ليه ممكن تستمر المرأة في علاقة محرمة مع عشائها سنين طويلة وما تستمرش في الجواز سنة أو اتنين أو تلاتة بالكتير؟ كل الكلام ده هنعرفه في الفيديو ده، وفي أسرار خطيرة هتعرفها معايا عن سيكولوجية والجهاز العصبي للمرأة. في راجل بيتكافل أعباء الزواج من الألف للياء، بيصرف آلاف الجنيهات عشان يقدر يوفر بيت ومسكن وحياة كريمة لزوجة وولاد بعد كده، في حين إن بعد سنة أو اتنين بيلاقي نفسه مرفوض من قلب الست اللي معاه أحيانا. فلما نيجي نقول ليه راجل تعب وشقي وصرف دم قلبه في العلاقة واتجوز وبنى بيت وما بياخدش حقه في العلاقة، وواحد تاني كل دوره في الدنيا الكلام، ولا عليه نفقة ولا التزامات ولا حقوق قانونية ولا أي التزام، بياخد كل حقوق الراجل اللي شقيان ودافع الدم. ده ببساطة لأن علم الأعصاب بيقول إن المرأة مشاعرها بتثار بالقلق وعدم الاطمئنان، هي عايزة دايما تفضل في حالة ترقب. وطبعا الكلام ده بيحصل للستات الغير سوية، في ستات سوية كتير جدا ومتزوجة من سنين طويلة وما زالت في علاقتها وربنا يسعدها يا رب. إنما الست اللي مش مستقرة واللي عندها مرض نفسي عقلها دايما غير مستقر ومش بتصار إلا بالقلق والتوتر، دايما في حالة ترقب للشريك اللي في الحرام، هيتجوزني، هيسيبني، هيتجوز واحدة تانية، العلاقة هتستمر. وطبعا أنا هنا مش بهاجم الستات خالص، بالعكس في ستات كتير جدا متضامنة معايا في الكلام ده، لأن في ستات كتير جدا في حياة مستقرة بس أزواجها بتقع تحت الابتزاز العاطفي في الشغل أو في الحياة أو على مواقع التواصل أيا كان. وفي ستات كتير غير متزنة مش بتعرف ترضيها، هي أساسا مخلوقة ما بترضاش عن حد، حتى هي مش راضية عن نفسها، لا بترضى بعلاقة ولا بترضى ببيت ولا بترضى بأولاد ولا بعيشة ولا بأي حاجة. الثقافة النسوية العالمية أعطت للست حقوق كتير قوي من نفقات ومتعة ومنقولات زوجية، وفي الوجه الآخر ما ادتش العشيق أي ارتباط لأنه ما قعدش على طاولة المحكمة ولا التزم بأي حاجة. نصيحتي للستات المتزوجة، خلوا بالكم من أزواجكم عشان ما يوقعوش في يوم من الأيام تحت الابتزاز العاطفي المتناول والمتداول اليومين دول على مواقع شبكات التواصل. أما للستات المتلاعبات فماليش كلام، لأنهم مش هيقتنعوا أساسا بأي كلمة أنت هتقولها. المهم في الآخر ربنا يحفظكم جميعا ويبعد عنكم ولاد الحرام. انت عينك واسعة بجحة، مهما قلت فيكي مش هديكي حقك من العفانة والقرف، وانا باصص لك حاسس اني عايز اجيب اللي في بطني. اللي زيك تخلف ليه؟ عشان عيالها يتقال لهم يا ولاد ايه؟ تخونيني مع ياسر يا فدوى؟